كريم نيدفيد. كريم نيدفيد بعيد جدا يا جماعه، بقاله فتره. انا مش فاهم ليه كولر برضو بدأ بيه، مع ان في وجود السولية، في وجود اكرم، في وجود عمر الساعي، اللي لما نزل عمر الساعي كان نجم بمعنى الكلمة، وعمل كام لقطة حلوين كده، لولا الكرة اللي جت في العارضة منه وجون فاضي ديت كان هيبقى بصراحة ماتش جامد جدا. هم 10 دقايق مش كتير، بس عمل كام كرة حلوين قوي 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 قوي. وانا نفسي اشوف التركيبة بتاعت نص الملعب، مروان وامام قدامهم وجنبه الساعي، هيبقى النادي الاهلي شكله مختلف تمام. فانا وجهة نظري ان نيدفيد ما كانش يبدأ المباراة، مع انه ما كانش وحش بالمناسبة، يعني كان بيلتحم ويحاول يقطع الكورة، بيحاول يكمل داخل منطقة الجزاء في كذا كورة، والجزء ده مش موجود في بعض لعيبة نص الملعب، يعني لحد ما كان كويس. ممكن بالمباراة يبقى احسن، بس انا كنت شايف ان هو مستغربه، يعني هو من بعيد قوي 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 يعني، وجاي وفجأة بدأ في التشكيل. بالنسبة برضو للنقطة بتاعت نص الملعب، انا مش حابب ان اكرم يكمل في نص الملعب، يعني هو خلاص شاف سكته وتعاقد مع الشمال القطري. فوجهة نظري يعني هنجمده شوية على الدكة، نحتاجه للضرورة، مش محتاجينه هو قاعد زيه زي اي لعيب، مش محتاجينه. انما ان انا اديله وقت يلعب فيه ويبقى نجم ويروح الفرقة بتاعته نجم، لا، انا اللي بيعني ابيعه، ما عنديش مشاكل خالص. واحنا جمهور الاهلي ما بيفرقش معانا اي لاعب مهما كان اسمه، اهم حاجة عندنا النادي الاهلي.